استفتاء الحسم بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بقاء أو انسحابا سيفرز تداعياته على صعد مختلفة في السياسة والاقتصاد والأمن على أوروبا نفسها أو خارج أسوار الاتحاد. منطقة المغرب العربي تعد أقرب فضائل الاتحاد بالنظر إلى حجم النفوذ التاريخي أولا ومستوى العلاقات الاقتصادية ثانية، فما مدى تأثر المنطقة المغاربية بخروج بريطانيا عن الاتحاد؟ بالرجوع إلى المعطيات التاريخية وإلى وقت قريب نجد أن بريطانيا لا تتمتع بنفوذ يذكر في الشمال الإفريقي بحكم تاريخات الحقبة الاستعمارية في القرن الماضي، مما كبح أي طموح لبريطانيا لأجل وضع قدم غرب المتوسط بسبب قوانين الاتحاد التي تربط العلاقات الثنائية في التجارة والاقتصاد، مما جعل متتبعين يرجحون تحرر بريطانيا من قيود الاتحاد ومن ثم تطوير علاقة ثنائية مع كل من المغرب أو الجزائر أو تونس، وهو ما ترجمته اللقاءات المكثفة للمستثمرين البريطانيين وبشكل انفرادي مع نظرائهم في المغرب العربي. أما سياسيا فتبدو الصورة مائلة في جدار السياسات المغربية، حيث بدت بريطانيا دائما أكثر تحفظا على أي اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب احتلاله للصحراء الغربية، ما يعني غياب الدولة التي كانت تتبنى سياسة صارمة إزاء هذا الملف، مما لا يصب في مصلحة المغرب، حيث بدت لندن معارضة لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وجرى تجديدها بشرط بريطاني يتمثل في تمييز مياه الصحراء الغربية المحتلة عن باقي المغرب، خاصة في مراقبة التعويضات المالية. أما الجانب الواعد في العلاقات بين الدول المغاربية وبريطانيا فيكمن في السوق الواعدة للمنتجات المغاربية في الأسواق البريطانية، والتي ستضخ جرعة في عروق السياسة والاقتصاد لبريطانيا، مما سيسمح بدور أكثر نشاطا وفاعلية للمحور الأنجلوساكسوني بعد عقود الانكماش بفعل الانضواء تحت مظلة الاتحاد كما يقول دعاة الانفصال.